ازيكم اخباركم ايه؟ معاكم ساني من قناة ساني جي اي، وحبيت اشارك معاكم اول رسمة ارسمها في القناة. يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده اللي انا هرسمه شخصية ساني اللي هي بتمثلني انا كصاحب القناة. ساني دلوقتي هخليها يعني تبقى قريبة مني في الشبه شوية، او بتعبر عن الشخصية عموما. شخصية لطيفة وبتحب الرسم والجيمنج. نسبة الاسم يعني ساني جي اي، ساني عشان اسم الشخصية ده اسمها ساني، هي تمثلني زي ما قلت. وتاني حاجة جي اللي هو جي، يعني حرف الجي اللي هو عادي يمثل اللي هو اختصار لكلمة جيمنج، وجزء من القناة هيبقى مخصص للجيمنج، والجزء التاني هيبقى مخصص للرسم، أو مش شرط الرسم، اللي هو الفن عموما، اللي هو الارت يعني. عشان كده الجزء التاني اسمه جي اي، هو ايه اختصار للرسم يعني. تمام، دلوقتي نكمل الرسم. جينا رسمنا الوش اهو، رسمنا الوش، هو ادي الخط اللي بيمثل ارسم على العين، الحتة دي اللي هرسم فيها المناخير، ودينا رسمت الودن اهو حسب الخط هو كده. تمام، وبعد كده نكمل رسم جسم كده اهو. دي الإيد. مبدئيا هخلي شخصية سوني اللي هو زي ما تكون يعني لابسة هودي ده له جيب. حاول كده نرسم الهودي. وهحاول نرسم الإيد التانية. ده شكل تخيل الإيد. أنا لسه هعمل بيلد الصوابع، يعني الصوابع التانية اللي هي غير الإبهام عملتله اوريدي خلاص رسمته. هنا بحاول أبين شوية تقسيمات في الهدوم زي ما انتوا شايفين كده. بس بمسح حاجات بسيطة. احنا كده هنعمل لها انكينج، عشان بعد كده قلنا بألوان ماركرز. دلوقتي بعد ما نخلص رسم نضيف شوية تفاصيل بسيطة. اوكي يا حبيبتي، سيبي الوش شوية عشان يعني محتاج تفاصيل بسيطة شوية يعني، أو بمعنى أصح محتاج له تركيز أكتر. خلينا نروح على الوش وبعد كده نضيف التفاصيل الأخيرة. بس قبل ما أعمل الوش دلوقتي خلينا الأول نرسم الشعر. ترسم ده أول فروة الراس كده. تمام، يعني زي ما يكون فرق الشعر يعمل كده.
ده برضه شعر نازل كده. ده الفرق اهو. بعد كده متقلقوش، احنا هنعمل تفاصيل الشعر بس مبدئيا الشكل دلوقتي. التوكة بتاعتها كده، نعمل التوكة بتاعت الشخصية يعني. ادي الشعر. مهم جدا واحنا بنرسم الشعر نعمله كتلة كده، وبعد كده يعني تدريجيا هنعمله فرق، يعني الحتة اللي هي الفرق دي هنطلع كل حاجة فيها منابت الشعر زي ما تكون اللي هو يعني هي جاية كده، نعمل كده. بعد كده هو الشعر مش ستريت كده على طول، احنا هنعمل شعر كأنه في جزء عامل كده، جزء تاني عامل كده الشعر، نعمل خطوط بسيطة زي كده. احنا كل ما هنرسم هنحاول نعدل على الرسم أكتر وأكتر. نعملها حلق كده بالشكل ده، دور. نحاول بقى نرسم ملامح الوش بالشكل ده. تمام كده خلصنا رسم الشخصية، ودلوقتي المفروض نعمل لها يمكن دلوقتي تحبير. أنا هستخدم القلم ده ومعاه يعني قلم زي ما انتوا شايفين كده، قلم يعني ماركته يونيبين بس حلو جدا في التحبير. واستخدم يعني هو دلوقتي يعني هستخدم قلم 6/10 يعني 6 ملي يعني، واستخدم 1 2 ملي يعني 2 ملي ده هستخدمه للمساحات اللي هي مش المساحات يعني الأماكن اللي محتاجة حاجات بسيطة زي الإيد والوش. إنما بالنسبة للهدوم والشعر هستخدمهم بالقلم ده. وكده ده قلم اللي هو برضه يونيبين، وادي الحجم الأصغر أهو اللي هو 2 ملي، استخدمه في الوش وفي الإيد زي ما قلنا، ودوت هيستخدمه للهدوم وللشعر. يلا بينا نبدأ.
بالنسبة للشعر الإظهار بتاعه يعني لما نيجي نخرجه ونلونه وكده هتبان التأثيرات أكتر لما نلونه. هو كده بدأ يظهر أكتر، أنا قاعدة بحبره اهو زي ما انتوا شايفين، بدأ يظهر تدريجيا واحدة واحدة الرسمة اللي قصادكم تظهر أكتر. بالنسبة لألوان الشعر بفكر مبدئيا نخليها ميكس كده ما بين اللون البنفسجي وميكس كده ما بينها ما بين اللون البني كده، يعني هحاول أخلط ما بين اللونين دول لون ميكس كده لطيف. في ناس هتستغرب بعض الأخطاء اللي موجودة في الرسمة، حصلت بالذات هنا في الشعر كده. أنا نوعا ما اتعمدت ده عشان كنت عايزة أعلمكم نقطة بسيطة كده ازاي تاخد الأخطاء دي. بالنسبة للأماكن دي فهي ظبطت عادي، أنا بس أعمل الحتة دي تسليل بسيط بالأسود كنوع من أعمل تأثير. حاولنا إن احنا نستخدم أجزاء الجسم، بس أنا حبيت أعمل الحواجب باللون ده عشان تبقى واضحة، يعني اللون ده اللي هو درجة القلم دي. دلوقتي كمل بقية عناصر الرسمة بالقلم دوت. دي بستخدم أقلام مختلفة عشان تون كل واحد فيهم يبان عن التاني، وإن تون الهدوم بيبقى شكله تقيل شوية مقارنة بتون الجسم. عملت برضه الحلق بالتون التقيل. هنا هعمل الحواجب الدرجة الغامقة، التون الغامق عشان تبان أكتر. هو احنا بما اننا في زاوية بعيدة فمش شرط اعمل تفاصيل كتيرة لشكل الحاجب، كفاية ان انا اتقل الجزء اللي فوق كده واعمل خطوط خفيفة بالشكل. اوكي بعد كده دي قربت خلاص تحديد. تمام، نبتدي بقى نمسح. بصوا نصيحة كده واحنا بنمسح، ياريت لما تيجوا تعملوا تحبير لحاجة رسمة أي رسمة مثلا زي دي، رسمة كرتونية زي دي كده، أو لو في ناس مثلا بتشوفني من قسم عمارة بتعمل رسم، يعني بترسم حاجة إخراج معماري بتحدده، ياريت متمسحوش الحاجات اللي هي اتحبرت في وقت قريب، يعني انتوا حبرتوها في وقت قريب، جزء حبرتوه في وقت قريب. مثلا آخر حاجة العين أو البؤبؤ، يعني العين يعني عملته آخر حاجة تحبير، فأنا ما قربتش منه. قربت من ايه؟ أول حاجة بدأت فيها خالص الهدوم اللي لابساها. نصيحة مهمة لسه واخدة بالي منها، يعني لسه فاكراها حالا. بصوا اتأكدوا ان ديت مش وسخة، يعني الاستيكة مش متسخة أوي، أو فيها مثلا ساعات بيبقى بالغلط بيبقى فيها سن القلم كده، فاتأكدوا كويس ان يعني انها مفيهاش متوسخة، وعايزين يعني تعملوا شيك اب عليها قبل ما تمسحوا. امسحوا على جنب كده.
بس كويس الموضوع حصل عشان نفذه دلوقتي وانبهكوا عليه قبل ما يعني وانا بشتغل على الرسمة. خلاص كده مبدئيا مسحنا كل حاجة. لو في حاجات يعني مساحات مش متوصلة زي دي كده نوصلها نعيد عليها تاني كده. لو لاحظتوا مثلا ان وانتوا بترسموا او بتحبروا ان الحبر مثلا بهت سنة معاكم، مفيش مشكلة خالص. عايزة ادي تأثير شعر كأنه حاجة حية، احنا كده التأثير بتاعه يعني تأثيره ان الواقعية بتاعته هتزيد اكتر لما نيجي نلون. انا كده حابة اصور نفس الفيديو ده بس ديجيتال، اللي هو هعمل نفس الرسمة دي ديجيتال بس كده. احنا كده اخيرا خلصنا مرحلة الرسم. اول حاجة عملناها الرسم، عملنا الرسم اللي هو سكتش كده بالرصاص وكشكل يعني بعمل بيلد ان للشكل وكهيكل له، وبعد كده بنيت فوق الهيكل دوت التفاصيل الكتيرة دي زي مثلا العين، البق، المناخير، الإيد، الهدوم وكده. بعد كده عملنا تحبير، مسحنا بقى الهيكل اللي كان يعني فوقيه، احنا مشينا على الخطوط اللي هي الرصاص ومسحناها. احنا خلاص هنخش على المرحلة اللي هي الرابعة اللي هي الأخيرة تقريبا يعني مش عارفة ممكن أكون عديت غلط. أيوة هو فعلا المرحلة الأخيرة اللي هي التلوين، وهيتعمل معاها مرحلة 5 وهيتعملوا في نفس الوقت وأنا بلون، اللي هي مرحلة الظلال تبقى في الآخر خالص. تمام. استخدم بقى الوش والإيد زي ما انتوا شايفين كده الدرجات دي. أكيد مش عارفة أظهرلكوا ولا لأ أهي. أولا في ماركتين بستخدمهم الماركتس، ماركة اسمها تاتش أكل، مش عارفة هنطقها صح ولا لأ بس اهي موجودة. وماركة تانية اسمها تاتش سوفتد، دي ماركات مصرية موجودة عندي في بلدي بس كنت بسأله الساكنين في مصر بس. ويعني بيبقى فيهم كل ماركة والتانية اختلافات طفيفة جدا من حيث يعني درجة التشبع كده. مثلا في ألوان بيبقى درجة التشبع أعلى من التانية، مثلا دي بتبقى درجة تشبعها أعلى شوية من التانية، دي بتبقى باهتة شوية، الدرجة بتاعتها بتبقى باهتة سنة مقارنة بيدي في ايدي اليمين دي. ايدي الشمال بتبقى باهتة أو يبقى التون بتاعها أقل شوية ساعات يعني بيبقى في درجات معينة في الألوان بتبقى العكس. فنصيحتي وانت بتستخدم أو انتي بتستخدموا ألوان ماركر ياريت تعملوا تيست على جنب زي ما انتوا شايفين كده، شوف أنهي فيهم الدرجة المناسبة للفتحة دي. ممكن يا هستخدمها كظل شادوز، دي تمام جدا، دي اللي هستخدمها لونها اللي هي الطبقة الأولى اللي هي البيضة. نصيحة وانتوا بتلونوا ما تضغطوش قوي يعني في ناس ساعات غصب عنها تك على يعني القلم نفسه وهي بتلون. بلاش تتكوا ولا تحصل حاجة شبه دي. يعني لو حابب تتك مثلا زي كده هوريها لكم حالا. التك دي بقى اعملها في الشادوز، تك على الحدود دي يظهر لك بالظبط، يظهر لك كده الظل كده زي كده، لانها بتبقى
شبيهة شوية بألوان الأكليريك. الفرق بينها وبين ألوان الأكليريك أو المية يعني إنها بتبقى عادي، دي بتبقى قلم، مجرد قلم بتبقى متعبي بحبر معين، وله بيبقى له عمر معين، وفي الآخر الحبر ده بيفطس. يعني ممكن تعمل يا إما بالطريقة دي، يا إما مثلا أهو احنا فيها اهو، تستخدم درجة أغمق تمشي بيها كده زي كده عادي، ممكن تمشي بالطريقتين عادي جدا. ولو عايز تسيحهم يعني تمشي كده قلم الأول. ممكن مثلا لو عايز تعمل شادوز تتقل تاني، تضغط على القلم تاني وتتك عليه. ويفضل يعني وانت بتشتغل تستخدم، يعني انت بتشتغل تجرب الألوان برا زي ما أنا قلت، يعني ساعات الدرجة ما بتبقاش شبه اللي موجودة في الورق. والميزة هنا إن أنا عاملة الإيد والوش، يعني مفيش تفاصيل كتير حسب ممكن، يعني مثلا لو انت بترسم ولد دراعاته دي هتبقى باينة، مثلا لابس نص كم أو يعني قط، يعني فالتفاصيل بتبقى زيادة أكتر. دايما قلت ممكن تتك على اللون أكتر كده، تمشي يعني قلم كده على قلم الماركر بتاعك على التحبير اللي كانت موجودة دي من قبل كده، سايح خفيف كده. مهم تتخيل الظلال وانت بترسم كأن في لمبة هنا، وانت بتتخيل اللمبة دي تشوف انهي المناطق اللي فيها منورة اكتر وانهي فيها المناطق اللي فيها ظل اكتر. ده كده انا خلصت تلوين سكن كوش يعني، واكمل استنى كده في تفاصيل بسيطة. ايوه احنا كده خلصنا، فاضل بقى الايد. ساعات لو حابب تجسم مثلا الشكل شوية فانت تمشي عليه حاجة خفيفة وتبين ظل بسيط، بس الظل يعني الجهة اللي فيها ظل أكتر هي الجهة المظلمة أكتر زي دي كده، ودي بيبقى فيها ظل بس على خفيف. يعني مثلا دي أكتر منطقة فيها ظل، ودي على خفيف موجود فيها على خفيف، عشان لما تيجي تعمل شيدنج أو نشر الظلال حاجة تبقى مجسمة قصادك كأنها 3D. خلينا كده نتأكد احنا خلصنا كل حاجة بالسكن. خلاص احنا كده خلصنا كل حاجة في السكن، خلينا نبدأ بالشعر. مبدئيا ده كده لون جراي خفيف يشوه الشعر، هو جراي يعني جريب شوية أو مدي على بني، يعني بني على رمادي كده. حابب هنا في غلطة هنا، حابب متطلعش على المسار، اعمل في الحدود مثلا، هوريك مثال كده. هنا مثلا اعمله في الحدود دي كده، تمام. لما تخلص وعمل الحدود اللي هي دي، كمان مش شرط تبقى اللي هي برا الرسمة كلها، ممكن الحدود بتاعتي مثلا زي الشعر مش عايزاه تخش على السكن، بعمل كده. بعد ما اخلص اعمل كده لو بالشكل ده. انا حبيت الون
مرة ألون التوكة. أنا كنت حابة أعمل مثال بسيط على الشيدنج، وفي الآخر أنا هلون كل حاجة الطبقة العادية، يعني أول طبقة، وبعد كده هضيف عليها كذا طبقة عشان أعمل بيها الظلال بتاعي. فيلا نكمل. نصيحة مهمة وانتوا بتلونوا، ياريت تلونوا أول بأول كده قبل ما الطبقة تنشف أولى، يعني وانتوا بتلونوا لونوا طوالي، متوقفوش تلوين، ولا لما تيجوا تخشوا على التلوين هيحصل حاجة زي كده، ده غلط. لونوا على طول، متوقفوش تلوين. يعني حتى لو انت وقفت في التلوين، يعني مثلا وانت بتبدل ما بين السن الكبير أو السن الصغير، هو ده، حاول الفترة تبقى ثواني يعني ما تقعدش مثلا أكتر بالتقريب، يعني مش بقولك حاجة يعني 100%، بس بالتقريب 10 ثواني بالكتير. بعد كده هيحصل مثلا حاجات زي كده، يعني زي ما تكون داخل، يعني مش عارفة اشرحلكم ازاي، بس هتبقى بالمنظر ده، حاجات مبقعة، حاجات مش هتبقى داخلة في بعض، يعني اللون الطبقة الأولى مش هتبقى داخلة في بعضها. انت لو عايز تبقى تتعلم فوق، تيجي تعلم عادي وانت بتشتغل أو انت بتشتغل في الشيدنج كما زي ما قلت تك يعني. تمام، أتمنى تكون المعلومة وصلتلكم بشكل صحيح. بعد كده قبل ما أخش على اللون البني بضيف أساس زي كده، أي ما هكون داخل شعرها لون بنفسجي. بعد كده أدخل عليها اللون البني، تعرفوا ازاي. تمام، بعد كده ندخل عليها اللون البني. العلبة كيسة حاطة فيها يعني ألوان بني كتير، زي ما انتوا كده سامعين صوتها. فهنقعد نختار ألوان بني كتير، أنا عندي درجات كتيرة جدا زي دول كده، وهننقي وهنشوف أنهي فيهم أنسب درجة معانا. إضافة إن احنا هنعمل درجة من درجات اللون بتاعة العين، نذهب اللون سؤالين كده برضو بني، بس هيبقى بني فاتح شوية. تمام، شيل بس الألوان الزيادة عشان متبقاش الدنيا زحمة. ده هيبقى مناسب للعين. ياريت متنسوش تسيبوا نقطة هنا بحيث انها الإضاءة. اللون بني فاتح شوية، نفس الدرجة دي بس هغمقها أكتر شوية. ده ممكن نعمله شيدنج شو زي الدرجة دي، هتبقى غامقة جدا، يعني هي غامقة خالص. عموما تك العين شوية كده عشان تبان هو زي ما يكون تفاصيل هنا. عشان كده قلت ما تيجوا تعملوا شيدنج، يعني أو لا أقصد يعني ما تيجوا تلونوا، ياريت متمسكوش بالقلم كأول مرة ما تيجوا تعملوا طبقة، يعني الطبقة الأولى، عشان اللون نفسه ما يختلطش مع الحبر. بالنسبة مثلا للنقطة دي مش مشكلة، أنا هحل المشكلة دي. أخيرا لقيت لون بني مناسب الشعر، اخلطه مع البنفسجي كده، وهنعمل اللون بالشكل ده كده عشان يبقى فيه زي ما يكون لمع الشعر، وعادي خالص
نمشي بالألوان، يعني أمشي على اللون البنفسجي بني. متنسوش وانتوا بتشتغلوا تعملوا مساحات بيضة خفيفة كده. بالنسبة مثلا إن في نقطة غلط حصلت معايا اللي هو اللون الأبيض ده مشي، فمتقلقوش، أنا هحاول أتصرف في المشكلة دي. ممكن تستخدموا كوريكتور عادي جدا، تركوا بس كويس. ميزة في الطريقة دي إن اللمعة برضو هتبقى واقعة على البقبوق نفسه كده. بالنسبة للون اللي هو كان رمادي على بني خلطته مع الحلقة بالشكل ده، نعمل بيه بق عشان هو غامق، البق دايما بيبقى غامق من جوه كده. وبعد ما العين نشفت أو الكوريكتور على العين نشف، نمسح يعني نمشي باللون على العين كده أساس إن الجلد واقع من فوق العين كده. بالنسبة لو عايزين تخلطوا الألوان مع بعض، تسيحوها، يعني تستخدموا اللون الأبيض ده عشان تدخلوا الألوان مع بعض بالشكل ده، يعني كأن الألوان داخلة مع بعض بالشكل ده، بشكل متجانس مش صناعي. استخدم اللون ده عشان مناطق الغامقة شوية زي دي كده، بعد ما استخدمنا الدرجة الفاتحة شوية من البني مشيها كده. بعد كده هنرجع للهدوم تاني زي ما قلنا. أنا قلت نمسح، يعني لما نيجي نشتغل على طول منوقفش التلوين عشان دي النتيجة. وطبعا مش هيبقى باين قوي، بس هيبقى باين خفيف، مش شرط يبان بشكل كبير يعني. زي ما احنا اتعودنا وعايزين نجرب على جنب بالشكل ده. أنا كنت حابة أخلي البنطلون اللون الرمادي ده اللي احنا جربناه من شوية، النوع ده ساعات اللي هو الغطا بتاعه ده انتوا شايفينه، هو تاتش اسمه تاتش كول، اللي هو القلم دوت هو برضه نفس النوع، بس والمختلف ما بينهم يعني فرق بسيط جدا، مكتوب عليه سمارت يعني. فالأنواع ديت بتاخد وقت عقبال ما تقفل خلطها. ممكن ساعات مش شرط في المساحات اللي هي أو قريبة قوي من الحدود تستخدموا السن الصغير ده، يعني ممكن تستخدموا السن دوت بما انه مشطوب تعملوا بالشكل ده كده. قبل ما الورقة تشرب اللون دوت لو حطيته، هكمل برضو إعادة تركيز بين الشمس، المناطق الغامقة. ملحوظة بسيطة، أحد الفروق المتشابهة ما بينه وبين الأكريليك إن ساعات الورقة بتبقى مبلبلة شوية زي منظر ده، بالذات لما بتزودوا كمية الحبر اللي موجودة في الورقة تزودوه أكتر.
بس يفضل ما تقعدوش تدوسوا قوي على القلم لفترة طويلة، تمشي باللون أكتر وأكتر في الفترات طويلة. استنى بقى اللون ينشف شوية عشان نجيب فيها تاني يعني. استنى حاجة بسيطة. ده يعني اللسان بيبقى فاتح شوية، فمشي تاني كده على طول. نضيف عليه لون تاني عشان يبقى لسان أغمق سنة، لأنه لساني يعني. دي تفاصيل بسيطة، عايزين تخلوا منطق أغمق شوية تستخدموا طبعا قلم أغمق زي كده، بيبقى بالشكل ده كده. معلش كان في مثلا لما كنت بصور كانت اللقطة مش باينة قوي، مش باينة خالص يعني بسبب إن الكاميرا اتهزت. فكنت حابة لما كنت بشرح الجزئية دي مثلا بنطلون على لون فيه أو أي منطقة يعني بلاش تدوسوا قوي عشان الورقة زي ما انتوا شايفين كده تبلت شوية، تبلت سنة، عشان ما تتقطعش منكم أو تبوظ يعني الورقة كل ما زودتوا عليها اللون الورقة بتبوظ أكتر. بس كده يعني ده اللي أنا كنت حابة أقوله، يعني حبيت أستعيد الجزئية دي تاني. تمام، احنا كده النهاردة خلصنا رسمة صني اهي. اتمنى تكون عجباكم، ياريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو انتم لسه مش مشتركين، وياريت تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد، سواء في القناة بتاعتي، سواء بقى فيديوهات جيمنج او فيديوهات رسم زي دي كده يعني. وان شاء الله الرسمة دي خدت منها يعني نسخة، هي دي يعني هعملها نسخة تانية ديجيتال. أتمنى يكون بجد الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. يلا سلام.